ناس كتير جدا بتقعد تدور وتحتار عن حد يعمل لها سي في، تدفع فيها فلوس او تقعد تدلل لحد من اصحابها زي حد كده من اصحابي غير ذكر اسماء. فالفيديو ده مخصوص ليكم علشان تعرف ازاي تعمل لنفسك سي في زي ده محترم من غير اي مشاكل. فده الفيديو الرابع من فيديوهات الربح والعمل على كانفا، وانا عبد الرحمن ياسر، ويلا بينا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم كويسين؟ النهارده هنتكلم عن الفيديو الرابع من الربح والعمل على كانفا، واللي نتكلم فيه عن ازاي تعمل سي في او سيرة ذاتية على موقع كانفا البرو اللي احنا شغالين عليه. الموضوع سهل جدا واسهل من السهولة. طبعا هنشتغل على الموبايل علشان خلاص احنا اتنقلنا من الكمبيوتر للموبايل، علشان الناس اللي ما عندهاش كمبيوتر او لابتوب تابع شرحها كويس جدا. ويلا بينا. طبعا بتخش على الابلكيشن، طبعا احنا شغالين من خلال الموبايل علشان الناس اللي ما عندهاش لابتوب ولا كمبيوتر تقدر تعمل السي في بكل سهوله. بنبه عن حاجه، ان احنا شغالين على حساب كانفا برو المدفوع مجانا. يعني ايه؟ يعني هو حساب مدفوع بس احنا جايبينه مجانا. طب ازاي؟ انا شارح الموضوع ده بكل سهوله وبساطه في الفيديو الاول من الدوره بتاعتنا. تقدر تروح تشوف الفيديو، هسيبه تحت اسفل الفيديو مباشره عشان تخلي الحساب بتاعك مدفوع. الموضوع سهل. هدخل على كانفا زي ما انت شايف كده، بعد طبعا ما بسجل بالحساب بتاعي من غير اي مشاكل، بروح على البحث وبكتب كلمه سي في بالعربي او بالانجليزي. كتبت سي في، حرف السي والفي، بكل سهوله بيبدا يظهر معايا تمبلت كتير جدا او قوالب كتير جدا زي ما انت شايف 16000 قالب. بس طبعا معظمهم بيكون برو. يعني ايه برو؟ زي ما انت شايف البرو اللي قدامك دي يعني مدفوع، ولكن انا قلت ان احنا منزلين في اول فيديو ازاي الحساب بتاعك يكون مدفوع علشان تقدر توصل لكل الصلاحيات دي. تمام؟ اقدر اختار التمبلت اللي انا عايزه او اللي عاجبني زي ما انت شايف كتير جدا زي ما انت شايفه. التمبلت اللي يعجبني اقدر اعدل عليه، وليكن مثلا يا سيدي خلينا نختار تمبلت عربي. شوف انا بقول لك تمبلت عربي ونبدا نعدل، وليكن مثلا التمبلت ده. تمام؟ اي تمبلت يعجبك، مش شرط اللي انا بختاره، اي تمبلت يعجبك. بعدل عليه ازاي؟ اول حاجه بعدلها وهي الصوره. ببدا اكبر الصوره وادوس عليها تلقائيا. اول ما بدوس عليها بيظهر لي تحت خالص، يعني شوف انا واقف اهو، اول ما بدوس على الصوره بيظهر لي تحت خالص كلمه ايه؟ لو حركت يمين وشمال بيظهر لي كلمه ايه؟ استبدال. بدوس على كلمه استبدال وابدا اختار الصوره بتاعتي. طيب انا اخترت الصوره بتاعتي اهي، ولكن الصوره انا عايز اخليها اكبر شويه. بعمل ايه؟ بدوس على الصوره تاني وبنزل تحت بحرك يمين وشمال يمين وشمال، بلاقي على كلمه قص زي ما انت شايف كلمه قص، وادوس عليها يبدا يظهر معايا الصوره بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. ببدا اكبر كده زي ما انت شايف واحرك يمين وشمال عادي جدا من خلال الصوره في التليفون، وابدا احدد الجزء اللي انا عايزه وادوس على كلمه ايه؟ تم. خلاص كده الصوره اتحطت معايا اهو. خلصنا اول جزئيه وهي الصوره. انزل تحت على الاسم، بدوس نفس الكلام، بدوس على الاسم بيبدا يفتح معايا، بدوس عليه مرتين، بدوس عليه مرتين، الكلام واضح، بدوس عليه مرتين وابدا اكتب الاسم اللي انا عايزه، وليكن مثلا عبد الرحمن ياسر طه مثلا، عشان عايز الاسم يكون كبير انا قاصد. بعمل ايه؟ بدوس على الاسم تاني وابدا اسحبه عادي جدا كده، واسحب كده عادي جدا واجيبه تاني مكانه. طب لقيته كبير معايا بصغر اهو. طيب انا مش عارف اتعامل من خلال الكلام ده، بعمل ايه؟ بدوس على الاسم وتحت خالص من القائمه اللي عندي دي بلاقي عندي كل حاجه زي الوورد بالظبط. عندي الخط اللي هو نوع الخط، اختار الخط اللي انا عايزه، وليكن مثلا عايز الخط ده. طب لا الخط ده، اي خط انا عايزه ابدا اختاره زي ما انا عايز وادوس تغيير واقفل. طب حجم الخط نفس الكلام، تحت الاقي عندي حجم الخط، ابدا اكبر اصغر زي ما انا عايز. تمام؟ حلو قوي. طيب عندي ايه مثلا؟ عندي اللون، اقدر اخلي اللون اللي انا عايزه، ولكن انا بحب دايما بخلي التصميم بالشكل اللي انا مختاره عليه من الاول. الا اصلا لو انا مش عاجبني التصميم ده، طب ما نرجع واجيب تصميم غيره. نفس الكلام في بقيه الايقونات، نفس الكلام في التعليم. اقدر اغير هنا التاريخ، اقدر اغير الجامعه، اقدر اغير التاريخ هنا، اقدر اغير اي ايقونه انا عايزها. طب خلينا نسال سؤال مهم جدا. نفترض مثلا انا عايز اضيف تاريخ ثالث، يعني ايه؟ يعني مثلا هنا تاريخين بس انا عايز اضيف تاريخ ثالث. الموضوع سهل جدا. بروح على كلمه او الايقونه اللي انا عايزها تتكرر، بدوس عليها. وليكن مثلا عايز اكرر الايقونه دي، بروح عليها وادوس عليها وادوس على علامه الزائد. شايف علامه الزائد اللي فوق دي؟ ادوس عليها تكرار، اتكررت معايا اهو. ابدا اسحبها واحطها في المكان اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. تمام؟ بس ارجع واقول تاني، انا دايما بحب اختار التصميم اللي يعجبني واللي يكون فيه كل الايقونات بتاعتي، ولكن انت بتكلم على الموضوع ده لو انت اضطريت تعدل في ايقونه معينه. تمام؟ نفس الكلام ببدا اعدل في كل الايقونات دي، نفس الكلام ببدا اغير هنا البيانات بتاعتي، ونفس الكلام هنا.
طب خلينا نرجع وناخد على تصميم تاني علشان الموضوع يكون اوضح. نفس الكلام، هرجع على الصفحه الرئيسيه بتاع الكانفا وابدا اكتب في البحث سي في، هيبدا يظهر لي قوالب كتير جدا. نفس الكلام هبدا اختار القالب اللي يعجبني، وليكن مثلا القالب ده، هبدا ادوس عليه يفتح معايا. الموضوع سهل تمام. خلاص عرفنا ازاي اغير الصوره، ازاي اغير الكلام. او بص ده اسهل اهو، هبدا اغير الصوره عادي جدا من خلال كلمه استبدال تحت. نروح على التحميلات علشان انا كنت محملها قبل كده، اتحملت معايا اهو. طب انا عايز اكبرها، هدوس عليها، اروح على كلمه قص من تحت. خلاص انت حفظت بقى اهو، خلاص كبرت اهو، كبرت معايا. ادوس على كلمه تم، ابدا اغير البيانات، اغير كل حاجه. تمام تمام تمام، خلاص تمام، حلو قوي. ازاي احفظها بقى بجوده عاليه كبي دي اف من فوق خالص بعد طبعا ما اعدل البيانات؟ يعني انا خلصت كل البيانات بتاعتي، خلصت هنا رقم التليفون غيرته ودوست عليه اهو، وليكن مثلا اهو 012 اي حاجه زي ما انت عايز. نفس الكلام هنا الايميل، نفس كل حاجه ببدا اغيرها. تمام حلو قوي. بعد ما اخلص ازاي احفظها كبي دي اف، بروح فوق خالص على الشمال واروح على علامه السهم اللي طالع لفوق ده كده وادوس عليها، وابدا ادوس على كلمه تنزيل. ولكن هنا بختار حاجه اسمها بي دي اف عادي، في هنا بي دي اف عادي وفي هنا بي دي اف للطباعه. طب ايه الاحسن؟ طبعا بي دي اف للطباعه لانه بيحفظها لك بجوده عاليه. لو رحت على كلمه بي دي اف للطباعه، بروح على كلمه تنزيل، بيبدا يحمل معايا عادي جدا، ما بياخدش ثواني معدوده بالظبط. زي ما انت شايف بيبدا يحمل معايا اهو، حمل معايا. اقدر افتحه، خلينا نبص عليه مع بعض. اقدر افتح البي دي اف زي ما انت شايف كده، هيبدا يفتح معايا من غير اي مشاكل. تمام زي ما انت شايف البي دي اف فتح معايا اهو. في اي ملف بي دي اف عندك مفيش فيه اي مشاكل، الملف البي دي اف فتح معايا. وكده انا قدرت اعمل سيره ذاتيه او سي في من غير اي مشاكل ومن غير اي مجهود. الموضوع سهل وبسيط. طب انا اقدر استفيد في الموضوع ده ايه يا عبد الرحمن؟ اقدر اعمل السي في لنفسي، اعمله لاصحابي كمجامله، اعمله لحد قريبي، اقدر اكسب منه. ازاي يا عبد الرحمن اكسب منه؟ تقدر تعمل صفحه على الفيسبوك، على الانستجرام، على التيك توك، تعمل لك قناه على اليوتيوب. يا جماعه انا بقدم خدمات كذا وكذا وكذا، انا بعمل سي في، انا بعمل دعوه فرح، انا بعمل صور شخصيه للفيسبوك، انا بصمم لك الصوره بتاعتك. ولسه هنتكلم على ادوات كتير جدا، لسه هقول لك ادوات كتير جدا تقدر تكسب منها. طب يا عبد الرحمن بتعمل السي في بكام؟ يا عم ما تبقاش طماع، انا بعمله ب 20 جنيه، بعمله ب 30 جنيه. السي في ما خدش معايا بالظبط دقيقتين. يعني انا لو قدرت اعمل في اليوم 10 سيفيهات لاكتر من 10 اشخاص، وناس كتير جدا بتطلب الموضوع ده، بعد اذنك انا محتاج سي في. ناس يا عمي الموضوع سهل، ادخل اعمله بنفسك. طب انا في ناس اصلا ما بتحبش تعمل الكلام ده. انا ممكن ادفع 30 جنيه بس اخلي الشخص ده يعمل لي السي في. خلاص مش مشكله، اعمل له انت السي في وخد ال 30 جنيه سعر رمزي ومبلغ رمزي، بس انت في الاول وفي الاخر ايه؟ كسبت مقابل المجهود ده. ده من بعض الافكار اللي انت ممكن تكسب منها، زيها زي دعوه الفرح والصور الشخصيه بتاع الفيسبوك اللي احنا اتكلمنا عليها. ولسه في افكار كتير جدا هنقولها في الفيديوهات اللي جايه. وبكده نكون عرفنا ازاي تعمل سي في محترم من غير اي مشاكل، او تروح لحد او تتذلل على حد او حتى تعمل اي حاجه. وكمان تقدر تكسب منه من خلال ان انت تعمل زي ما قلنا صفحه وتبدا تبيع خدماتك. تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك، ولو عندك سؤال تحت في الكومنتات. سلام.